بعد احتلال الصين لمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، ألقت الحكومة الصينية القبض على الإيغور وغيرهم من الرجال المسلمين من الأقليات الأخرى، ووضعتهم في السجون التي يطلق عليها مراكز التأهيل والتعليم الثقافي. وقبل عام قامت الحكومة الصينية بما يسمى سياسة الوحدة الوطنية والأسرة وسياسة التوفيق بين الأقارب لشعب الهان ليستوطن ويعيش بين عائلات الإيغور والأقليات الإسلامية الأخرى. والمغزى من هذا هو استيعاب جميع المسلمين واضطهاد دم الإيغور للقضاء الكامل على شعب الإيغور والقضاء على المعتقدات الدينية الإسلامية. ومن لا يرحب أو يتقبل وجود الهان الصينيين يتم اعتقالهم واحتجازهم في مراكز التأهيل والتعليم الثقافي، مما يجبر سكان تركستان الشرقية المسلمين على العيش في كابوس حقيقي. بدأت الولايات المتحدة والصين في فرض ضرائب جمركية عقابية، ويعتقد المحللين أن هذه الحرب الاقتصادية قد لا تنتهي في فترة زمنية قصيرة، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي وحتى على السياسة. ويعتقد الاقتصاديون أنه إذا تحرك الريمنبي سيكون هناك تأثير سلبي كبير، مما سيجعل السوق المالي في الصين غير مستقر بشكل كبير. وقد حذر بعض الخبراء من أن الانخفاض السريع في قيمة الريمنبي سيستمر، وأن مخاطر هروب رؤساء الأموال ستكون مرتفعة، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم الاستقرار المالي داخل الصين. ووفقا لرويترز، حاول الحزب الشيوعي الصيني مؤخرا كسب الاتحاد الأوروبي إلى جانبه وجعله يقف ضد الولايات المتحدة، لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من الاتحاد الأوروبي. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السنغال في 21 من يوليو، وبدأ زيارته لإفريقيا التي تشمل 4 دول. وخلال زيارته يقوم شي جين بينغ بالاستثمار والإقراض وتوقيع اتفاقيات في إفريقيا لمساعدة هذه الدول على تطوير البنية التحتية في الوقت الذي تحصل فيه على المواد الخام والأدوات من الأسواق الصينية لدعم اقتصاد بلاده. ويذكر أن الصين لديها علاقات تجارية جيدة مع إفريقيا، كما سيزور شي جين بينغ رواندا وموريشيوس وجنوب إفريقيا، كما سوف يجتمع مع قادة دول مجموعة بريكس، وهي البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا في جنوب إفريقيا. تعهد الرئيس الفلبيني دوتيرتي بتوقيع قانون بنك سامورو الأساسي في غضون 48 ساعة من خطابه للأمم المتحدة 2018. وقال دوتيرتي: نحن بحاجة إلى المزيد من التفهم والصبر والصمود للتغلب على الآلام الجديدة، وأن الحرب ليست خيارا، ولقد عانينا من الكوارث والمخاوف وشهدنا الدمار والخسائر والنزوح، سواء كان مسلمون أم مسيحيون، هم مثل بعضهم. تعهد الرئيس الفلبيني دوتيرتي بتوقيع قانون بنك سامورو الأساسي في غضون 48 ساعة من خطابه للأمم المتحدة 2018. وقال دوتيرتي: نحن بحاجة إلى المزيد من التفهم والصبر والصمود للتغلب على الآلام الجديدة، وأن الحرب ليست خيارا، ولقد عانينا من الكوارث والمخاوف وشهدنا الدمار والخسائر والنزوح، سواء كان مسلمون أم مسيحيون، هم مثل بعضهم.